السلام عليكم يا بنات، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ فيديو النهارده ان شاء الله بناء على طلب الجميله سمر سعد. هي طلبت مني في سؤالها، طب لو الحوض مش فيه خشب اعمل ايه؟ فالنهارده الفيديو ده بناء على طلبها صورته لها. ويا رب اكون فدتك ان شاء الله يا سمر، وفدت كل الناس اللي كانوا بيسالوا في الموضوع ده وتجربوه. يا اما بمسدس الشمع، يا اما ممكن تجربوه بالغيره الابيض، وهحط لكم صورته ان شاء الله بيبقى شكله ايه. تجيبوه من عند الموان. لو انت عايزاه يبقى سهل يتشال معاكي اعمليه مسدس الشمع. لو عايزاه حاجه ثابته يا دوبك الستاره بس هي اللي بتتشال، تعمليه مسدس الشمع. سيبكم بقى مع الفيديو ان شاء الله، يا رب ينول اعجابكم. السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله وانتوا بتسمعوني. كان لما عملت ستارت اللي هي تحت الحوض في المطبخ، واحده سالتني اسمها تقريبا سمر سعد، انا مش عارفه بقى اسمك كده صح ولا لا، انت كاتبه ار سعد. وقلتي لي لو الحوض بتاعي ما فيهوش خشب، اللي هو بيبقى الحوض السقط ده الجديد، اللي انا مش عارفه اسمه كومباكت ولا اسمه ايه. قعدت ادور على طريقه ازاي، فلقيت هي طريقه بس. يعني انت جربيها واعمليها وشوفيها ان هي هتمسك معاكي ولا لا. انا ما عنديش طبعا الحوض ده، انا عندي الحوض العادي. فانا جربته وقلت اعمله على حرف الجزامه دي هنا على الفرومايكا. انا ما اعرفش بقى الرخامه ممكن هيلزق عليها كويس. انت بتجيبي ده اسمه شريط سكوتش، بيتجاب من عند الخردوات، ومعاكي مسدس شمع. والستاره طبعا انا كنت وريتكم قبل كده في المفرش اللي انا كنت عاملاه بتاع مفرش الستان العروسه، ازاي ان انت مثلا هتكشكشي الستاره وتعمليها كسر. فانا عاملاها كده كروكي يعني بالدبابيس. بتجيبي الشريط اللي هو الناعم، مش اللي طالع ليه بوز، اللي طالع ليه بوز ده كده اللي ليه صوت، ده اللي بلزقه في حرف الرخامه. والتاني الناعم اللي بيلزق عليه كده اهو، ده هو اللي بحطه اللي بخيطه في الستاره. فبعمله كده اهو. وده بقى بجيبه مسدس الشمع، هلزق، نعتبر ان دي رخامه، وهلزق كده اهو. تستني عليه طبعا لما ينشف، وبعدين هتروحي جايبه الستاره انت خيطتيها خلاص الجزء ده، بتروحي حاطه ده السكوتش ده عليه كده اهو. يبقى انت هنا كده كانك داريتي. انا طبعا مش مكملاه، انا عامله لكم حته قماشه كروكي كده. يبقى انت كانك داريتي اهو تحت الحوض. وفي اي وقت انا عاوزه اخلع الستاره بالراحه جدا، امسك ده كده عشان ما يطلعش معايا، واخلع السكوتش ده بقى موجود عندي، ده ملزوق. كل ما مثلا هيفك منك هتلزقيه تاني بمسدس الشمع، بس اسمك عملتي حاجه ستاره متداريه. هو ده اللي كان قدامي دلوقتي، الطريقه اللي انا لقيتها لكم. وان شاء الله هحاول اجيب لك صور اعرضها لك برده كده، لحوض معمول، لحوض مطبخ وحوض حمام معمول بالطريقه اللي بقول لك عليها. فيا رب اكون فدتك ان شاء الله يا سمر، ولبيت لك طلبك اللي انت عاوزاه، ويكون طريقه حلوه وتستفيدي بيها وتعمليها وتجربيها وتقولي لي حلوه ولا لا. اشوفكم في فيديو جديد يا بنات ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى اللي عجبته القناه يشترك، وتعملوا لي شير ولايك لاكبر عدد، يعني علشان الكل يستفيد من الفكره دي. ممكن يكون حد بيدور عليها، فشيروها في كل مكان عشان الناس تستفيد. السلام عليكم، مع الف سلامه. وفي نهاية الفيديو عايزة أعرف رأيكم في التصوير. هو التصوير اختلف، الأداة اللي بصور بيها دي كاميرا جديدة، وعايزة أعرف رأيكم. حلوة التصوير بتاعها والإضاءة، ولا التصوير الأول كان أحسن؟ يعني ياريت تديني رأيكم، الفرق واضح ولا لأ؟ عشان ده يحسن من فيديوهات في القناة إن شاء الله، وعشان يبقى مريح لعينيكم إن انتوا بتتفرجوا بمتعة أكتر يعني. أشكركم جدا.